ملك اللا هزيمة، صاحب أول إمبراطورية من الفرات شمالا للجندل الرابع جنوبا. أول ما نستخدم القوارب مفككة ونقلها برا وأعاد تركيبها علشان الجنود تعبر للفرات. عظيم القوة قاهر الأقواس التسعة اللي بيمثلوا الأعداء، اسمه بالهيروغليفي من خاب الرع. أكيد عرفنا مين الملك ده. بالطبع هيكون الملك تحتمس الثالث، صاحب الإمبراطورية في الدولة الحديثة في مصر القديمة. التمثال أو القطعة الموجودة قدامنا دي موجودة في المتحف القومي للحضارة المصرية. بنلاقي التمثال ده بيمثل الملك في هيئة الجلوس على مقعد بيرتدي على راسه غطاء النمس اللي بيزينه حية الكبرى. بنلاقي الملك بيرتدي الدقن المستعارة، بيضع يديه على فخذيه مبسوطتان. بنلاقي الملك بيرتدي نقبة بيزينها حزام. بنلاقي ملامح الوجه بتكون بارزة وواضحة زي ما احنا شايفين، وأصابع القدم والإيد كمان واضحة. ده بيدل على براعة